وتخلص ماتش انجلترا وماتش الارجنتين. ماتش يا جماعة، يعني انا خلاص انا تعبت. انا من ساعة ما جه كاس العالم ده وانا بتوقع حاجات وبتحصل حاجات تانية. حتى كاس العالم ده مفاجئ. الاندية الكبار بتطلع من الادوار الكبيرة، فرق الاندر دوج تتألق. ايه تاني؟ البرازيل اللي كنت مرشحها تطلع، فرنسا اللي الناس مرشحينها تطلع ما تروحش النهائي، اسبانيا اللي هي طبعا عكس كل التوقعات تروح النهائي بدل فرنسا. كله كان حاطط فرنسا مش هتطلع، اسبانيا. انجلترا اللي كله حاططها بعد فرنسا ان هي تاخد كاس العالم وان هي اكيد هتروح النهائي، تطلع وتحصل فرنسا. يعني الفرقتين اللي هم اسبانيا والارجنتين دول كانوا الاقل ترشحا، ما كانوش مرشحين اصلا. ميسي في اواخر الاربعينات بتاعته، في اواخر اعتزاله، بيلعب في انتر ميامي، عنده المال والبنون وخد اوريدي كاس العالم، فلا اكيد مش هياخد كاس العالم. لكن لا، اتفاجئ بقى الموضوع ونلاقي ان هو خد كاس العالم او ان هو بيروح النهائي. ونترجى ميسي، يا ميسي ارجوك، لامين يامال ده لعيب عنده 18 سنه، ما خدش دوري ابطال اوروبا. انت معاك بقى المال والبنون ودوري ابطال اوروبا، وخليك بقى في يعني عايز تاخد كاس العالم من الواد الغلبان ده رايح. ده اول نهائي ليه وممكن ما يشوفهاش تاني. فبس هو كان ماتش الصراحة بدأ في الشوط الأول. انجلترا كانت هي المسيطرة، انجلترا زي الفل وتستحوذ على الكورة ومية وتمام، وقلت هيكسبوا. في الشوط التاني يجي وانجلترا نفس الاستحواذ وتجيب الجون. انجلترا تقول لك لا، تضغط بقى وتجيب التاني والتالت، لا، علوية. علوية بقى طول الماتش. يا ابني هاجم، علوية. يا ابني دافع، علوية. يا ابني مش عارف ايه، علوية. يا ابني طب اعمل عجينة فلاح، علوية. يقوم الارجنتين تضرب هجمة من هنا وهجمة من هنا وضربات من هنا، وتاخد الكور من هنا ودب دب دب دب، تتحول بالارجنتين وتضرب نووي وتضربه مش عارف ايه. وفي الاخر هوب، انجلترا تستقبل الاول، هوب انجلترا تستقبل التاني، هوب انجلترا تستقبل خلاص مش هتستقبل حاجة تانية، خلاص هي خلصت كده. هوب انجلترا بره، تك تك تك، انجلترا بره، خلصت. جوب بلينجهام بقى يشتغل لي بقى الباد لوزر ومش عارف ايه، ويتخانق لي بقى ويعمل لي مش عارف ايه، وخلاص ويصدر الستار وينتهي كل حاجة. انتهينا، خلص بقى الماتش وخلاص قفلنا البتاع. فهو انا خلاص كده النهائي بين اسبانيا والارجنتين، وتوتا توتا خلصت الحدودة على هذا الكأس العالم. يلا، انا مش هطول الحلقة التاني. هعمل بقى الحلقة اللي هي التالتة ممكن ما اعملهاش على التالت والرابع، اعملها على النهائي على طول. ممكن التالت والرابع دي ممكن ناخدها فقرة كده لو في حاجة، لكن غير كده يعني خلاص. بص، هو انا ما عملتش اي حاجة على كأس العالم ده خالص، بس يعني هو عملت لي 3 ماتشين ووصلت لغاية نص النهائي. بس هو كأس العالم ده يتعمل فيه ايه يا جماعة؟ بجد كأس العالم ده ممل. يعني انت الهيدريشن بريك ده بيخلينا ننسى ان في ماتش، بفتكر ان هم خلاص كده يبقى خلصوا الماتش، يعني في مش هنشوف تاني. يعني مثلا خلاص ده كده رايحين في الوقت الاضافي، حد يقول لي يا جماعة الكاس ده كان فيه ايه بالظبط، يعني مثير للاهتمام عشان كنت عامل عليه حلقات. وطبعا انا كنت هعمل ممكن الم متابعين، بس يعني ما تفهمش بقى، ما بحبش استغل الفرص. يلا، هو ده اللي عندي في الحلقة دي الصراحة، عشان ابقى عايز اتكلم في مواضيع تانية. انا عايز لما اخلص كاس العالم ده اتكلم في مواضيع تانية، انا هيبقى معايا بقى وقت ان انا اتكلم. يلا سلام.